السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا في احسن خير. النهارده هتكلم معاكي عن موضوع مهم، وهو تالت نوع من انواع السيريلاك اللي نقدر نعملها في البيت، وهو سيريلاك الارز. لو عايزه تعرفي فيديوهات اللي قبل كده زي سيريلاك الشوفان وسيريلاك القمح، كنت برضو عامله عليهم فيديوهات هتلاقيها على القناه. ويا ريت في الاول تشتركي في القناه عشان القناه تكبر بيكي وبكل الامهات، وكمان المعلومات توصل لكل الناس. ولو تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ان شاء الله هنزله، وكمان تعملي لي لايك لو بتقل عليكم. يلا نبدأ الفيديو ونعرف ايه هي فوائد الرز لطفلي، وكمان اعرف ازاي اعمل السريلاك في البيت بدل ما اشتريه من بره مهما كان البراند نوعه او سعره. انا بتكلم اني انضف، لو انا في المنتج هقدر اعمله في البيت هيكون انضف واوفر ليكي واحسن لطفلك. الرز ده من الحبوب الغذائية المهمة لجسم طفلك، وكمان بيعتبر وجبات لذيذة الأطفال بيحبوها. طيب فوائد ايه الرز لطفلي؟ أول حاجة ان هو غني بسعرات حرارية مهمة جدا لجسم طفلك، لحاجتين. حاجة منهم ان هو بيمد جسم طفلي بطاقة، فبالتالي هيكون فيه تطور في النمو. وتاني حاجة ان هو بيزود الوزن، فهقدر اساعد الطفل النحيف او اللي وزنه ضعيف بان هو يكون فيه زيادة في الوزن. تاني حاجة ان هو غني بفيتامينات وعناصر مهمة جدا لجسم طفلك، وهي فيتامين ب مركب، كالسيوم، مغنيسيوم، منجنيز. تالت حاجة كمان ان هو بيقلل لي من عملية الاسهال. لما بيكون في اسهال متكرر عند الاطفال، بيكون في التهاب في معدتهم ومعدتهم متوجعة، فبالتالي بيكونوا محتاجين وجبات خفيفة تقلل لي من الاسهال وما تكونش قوية في الهضم. طيب، بالنسبة لي كمان حاجة مهمة، لو الطفل وزنه زايد ما ادهوش سيريلاك رز كتير، ابدله ممكن بالشوفان او بالقمح، لان احنا قلنا ان الرز بيحتوي على سعرات حرارية فيه هيزود لي الوزن. طيب ادخله امتى لطفلي او اقدر اديهوله من امتى؟ تقدري تديهوله من اتمام الشهر الرابع او السادس. المهم ان يكون طفلك استوفى شروط ادخال الطعام، او تكوني انت بتتابعي مع الدكتور المختص بتاعه وقالك ابدأي دخلي الطعام. الرز ممكن تدخلي معاه حاجات، يعني ممكن اول ما يتم 6 شهور تبدأي انك تعملي له سيريلاك الرز وتضيفي عليه فاكهة، خضار، مثلا بيض مسلوق، صفار البيض، عشان احيانا في اطفال كتير بيرفضوا البيض المسلوق، فتقدري تدخلي البيض فيه، هنخبيه وفي نفس الوقت هياخد فايدة البيض والرز. هتكلم معاكي عن طريقة السريلاك وازاي تعملي له وجبة جميلة بسريلاك الرز. واول حاجة وهي الطريقة. طيب، اعمل ازاي بقى السريلاك الرز في البيت؟ اول حاجة هجيب كوباية رز مصري العادي بتاعنا، هنقعه في مية لمدة ساعتين، وبعد كده تاني حاجة هعرضه في الشمس او مكان حار لمدة يوم او يومين. المهم ان انا عايزاه يكون جاف جدا، مش عايزة يكون فيه اي رطوبة او مية. بعد ما انا خلاص عرضته للشمس والرز بقى جاف جدا، هبدأ ان انا احمصه على نار هادية لمدة 5 دقايق. رابع حاجة بعد كده هطحنه في الكبة او المطحنة بتاعتي، وان انا اخليه ناعم خالص زي البودر. ده انا كده عملت سيريلاك الرز. تقدري انك تحفظيه في البرطمان الزجاج وتحطيه في التلاجة، والاحسن انك تعملي كمية اول باول، ما تعمليش كمية كبيرة عشان ما تقعدش في التلاجة كتير وفايدتها تفسد. طيب يلا نعمل وجبة السريلاك. هتجيب نص كوباية مية واحط عليها معلقتين من بودر السريلاك اللي احنا عملناه، واحطها على النار بس تكون نار هادية. هيبدأ القوام معايا يتقل. بعد كده ممكن اضيف عليه مية، ممكن اضيف عليه مكيال لبن صناعي لو هو بيرضع صناعي، او اضيف عليه لبن طبيعي لو هو بيرضع لبن طبيعي. طبعا احنا عارفين ان مفيش اي لبن جاموسي او بقري قبل ما يتم سنة. طيب انا بعد كده تم 6 شهور، تقدري تدخلي له بقى في فاكهة، تمر، تنقعي تمر وتحطيه فيه وتضربي في الخلاط، زبيب، خضار. فتقدري ان انت تنوعي من العناصر، بالتالي هيحصل معاه ان هو يستفاد من سريلاك الرز ويستفاد من العناصر التانية اللي هتدخليها. ان شاء الله تكون وجبة مفيدة لطفلك وكمان يحبها، وتكون وجبة لذيذة. ربنا يحفظ لنا أولادنا جميعا، وما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو في أي استفسار تسيبوهولي وأنا هرد عليكم إن شاء الله. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة. باي باي.